مثلث الرعب. سفن، طائرات، وشخصيات عالمية اختفوا هناك. بقعة مائية شغلت العالم بأسره، وارتبط اسمها بأفظع الأحداث. روايات عن وحش دموي، كائنات فضائية، وبوابات خفية للسفر عبر الزمن هناك. أساطير تشير إلى أن المكان هو عرش لشيطان مخيف. آخر ما تم التوصل إليه في العام 2019 من تفسيرات لهذه المنطقة، أبرزها حقيقة صادمة لن تصدقوها: أسطورة مثلث برمودا. مثلث برمودا اسم فيه من الرعب ما يكفي لبث الرعب في العالم بأسره. فبعد كل الأحداث المأساوية التي تسبب بها، بات من الذكاء تفاديه مهما كانت الأسباب والظروف للبقاء على قيد الحياة. باختصار، هذا المثلث الذي قد يراه البعض صغيرا يعني شيئا واحدا: الموت. في هذه الحلقة سأتكلم عن أشهر الحوادث التي تسبب بها مثلث برمودا وهزت العالم، أبرز الأساطير المريبة التي تدور حوله، وآخر ما توصل إليه العلماء من تفسيرات حيال كل هذا الغموض الذي يلف مثلث الرعب وسبب الحوادث المأساوية اللامتناهية فيه. المعروف أن مثلثين مائيين على وجه الأرض حيرا العلماء لسنوات عدة: الأول مثلث برمودا، والثاني مثلث فروموزا المعروف بمثلث التنين. وفي هذه الحلقة من غموض سوف نغوص في أسرار مثلث برمودا، هذا الوحش الذي ابتلع العديد من السفن وحطم العديد من الطائرات، والسبب مجهول. مثلث برمودا أو مثلث الشيطان كما بات يعرف هو أشهر بقعة مائية على وجه الأرض. يقع بالقرب من ساحل فلوريدا الأمريكية في الجزء الغربي من شمال المحيط الأطلسي. يحدد المثلث ب3 مناطق، وهي برمودا، فلوريدا، وبورتوريكو. وترتبط هذه النقاط الثلاثة بمسافة متساوية تقريبا تصل إلى 1500 كيلومتر، ما يجعل مساحته حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. تقع هذه المساحة داخل مثلث متساوي الأضلاع. بالمقابل، سمي مثلث برمودا بهذا الاسم تيمنا بجزر برمودا التي تتكون من 300 جزيرة، المأهول منها حوالي 30 جزيرة. ارتبط اسم مثلث برمودا ارتباطا وثيقا باختفاء السفن والطائرات بشكل مريب، يحاول العلماء تفسيره حتى يومنا هذا. فكيف بدأت قصة الرعب التي تدور حول هذه البقعة المائية التي قد تبدو للوهلة الأولى مثلها مثل أي بقعة أخرى على سطح هذا الكوكب؟ البداية من الرحال العالمي الذي اكتشف مثلث برمودا. عرفتم من هو، أليس كذلك؟ نعم، إنه الرحال كريستوفر كولومبوس، الذي يقال إنه اكتشف القارتين الأمريكيتين، مع العلم أننا قد وثقنا في حلقات سابقة أن شعب الفايكنج من الممكن أن يكونوا هم أول من اكتشفوا القارة الأمريكية وليس كولومبوس. في العام 1492 وصل كولومبوس إلى أقرب نقطة من المنطقة التي تعرف الآن بمثلث برمودا، وقد لاحظ حينها نشاطا غير طبيعي للبوصلة التي يحملها في يده، إلا أنه لم يتم اكتشاف مثلث الشيطان رسميا إلا بعد حوالي 400 عام، وتحديدا في العام 1840، وذلك في حادثة تعرف بحادثة سفينة روزالي الفرنسية. ماذا حدث لسفينة روزالي وطاقمها وأطلق فتيل رعب مثلث برمودا؟ تلك السفينة اختفت فجأة عند مرورها بمنطقة مثلث برمودا، وبعد شهور من البحث تم العثور عليها، ولكن خارج المنطقة التي باتت وكأنها ملعونة، ولكن من دون العثور على أي أثر لطاقمها. من الحوادث الشهيرة أيضا حادث اختفاء السفينة ماري سيليست في العام 1872 التي كان على متنها أمهر البحارة وأكثرهم تمرسا في عالم البحار والمحيطات، وقد تم العثور عليها أيضا بعد بضعة شهور، ولكن
من دون أي أثر للركاب والطاقم. غريب. خلال فترة الحرب العالمية الأولى وقعت حادثة اختفاء USS سايكلوبس، التي تعد من أكثر الحوادث التي خسرت فيها الأرواح البشرية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بمثلث برمودا. فقد اختفت السفينة العملاقة بطاقمها بأكمله من دون أي أثر لها ومن دون سابق إنذار. فآخر رسالة سجلت من الطاقم كانت تصريح يشير إلى أن الطقس جيد وأن كل شيء تحت السيطرة، إلا أنها اختفت فجأة، واختفى معها أكثر من 300 شخص. نعم، أكثر من 300. حتى يومنا هذا لا يوجد أي دليل قاطع يفسر ما حدث للسفينة، وقد حامت حولها نظريات عدة، أبرزها ابتلاعها من قبل كائن بحري ضخم، اختطافها من قبل كائنات فضائية، أو تعرضها لاعتداء خلال الحرب. بدأ العالم يأخذ أسطورة مثلث برمودا بجدية كبيرة في العام 1945، وذلك بعد حادثة الاختفاء المشهورة لمجموعة طائرات الرحلة 19، إذ اختفت 5 قاذفات قنابل للبحرية الأمريكية بشكل غامض، بينما كانت هذه الطائرات في مهمة تدريبية روتينية. كما اختفت أيضا طائرة إنقاذ أرسلت للبحث عنهم ولم ترجع أبدا. ذهبوا جميعهم من دون أي أثر. مرعب. والأكثر غرابة أنه تم تفسير اختفاء الطائرات بأنها أرسلت إلى المريخ. ومن أشهر حوادث الاختفاء التي تم نسبها لمثلث برمودا أيضا اختفاء السفينة التي كانت تقل ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ثيودوسيا بور أليستون في العام 1812. شغل اختفاء الشابة الأمريكية الرأي العام والسلطات، وقد تم وضع فرضيتين لاختفائها: الأولى مثلث برمودا، والثانية القراصنة. إلا أن لغز اختفاء الشابة لم يحسم حتى يومنا هذا. لنتحدث قليلا عن الأساطير التي تدور حول مثلث برمودا. الأسطورة الأولى: تقع مدينة أتلانتس الضائعة في قعر مثلث برمودا، الأمر الذي أثبتته بعض الاكتشافات التي سنتحدث عنها في سياق الحلقة. وبحسب هذه الأسطورة تنتج أهرامات المدينة الأسطورية طاقة هائلة تقوم بابتلاع السفن والطائرات، ويقال أن هذه الأهرامات كان يستخدمها سكان أتلانتس لإنتاج الطاقة، في حين يعتقد البعض أن هذه الأهرامات هي بوابات زمنية تنقل السفن والطائرات إلى مكان نجهله تماما. قبل المضي قدما بالحلقة، إن أردتم معرفة المزيد من التفاصيل عن لغز مدينة أتلانتس فشاهدوا الحلقة 13 من غموض. الأسطورة الثانية: يقال إن قاع مثلث برمودا هو جزيرة الشيطان، أو المكان الذي سيخرج منه يأجوج ومأجوج في نهاية الزمان، وأنهم هم سبب اختفاء الطائرات والسفن. لا أحد يعلم. الأسطورة الثالثة: بنظر مؤيدي نظرية وجود الكائنات الفضائية، فإن منطقة مثلث برمودا ومحيطها الجوي مركز تدخل منه الكائنات الفضائية وتخرج بسهولة مطلقة طوال الوقت. ما رأيكم؟ هل حقا هذه الكائنات الفضائية موجودة؟ الغريب أنه في كل ملف نطرحه نجد تفسيرات مريبة تتعلق بوجود كائنات أخرى معنا في هذا العالم. لا أحد يعلم. الأسطورة الرابعة: السفر عبر الزمن. مسألة سمعنا الكثير عنها ورأيناها في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعلى قدر ما تبدو مجرد ضرب من الخيال، إلا أن البعض يؤمنون بإمكانية حصولها، لدرجة أخذت البعض بالاعتقاد أن الأحداث الغريبة التي تحدث في مثلث برمودا تشير إلى إمكانية السفر عبر الزمن، وكل ما على الإنسان فعله هو اختراع المركبة المناسبة. الأسطورة الخامسة: وحش المثلث. بدأنا نسمع في الآونة الأخيرة عن فرضية مثيرة للاهتمام تنص على وجود وحش ضخم في منطقة مثلث برمودا، وتنقسم آراء العلماء بين أن هذا الوحش
ما هو إلا حبار ضخم قادر على تحطيم السفن والتهامها مع طاقمها، وبين أنه كائن مجهول الهوية قد يشكل خطرا كبيرا على البشر. فهل هو كائن الكراكن الأسطوري برأيكم؟ لا أحد يعلم. لا يدعم جميع العلماء فرضية الحبار العملاق، فوفقا لبعض الخبراء فإن هذه الرخويات ببساطة لا يمكن أن تعيش في هذه المنطقة. الأساطير التي طرحناها مثيرة للاهتمام، ولكن هناك وقائع اكتشفها العلماء تستحق الوقوف عندها. الاكتشاف الأول: ذكر موقع روسي أن عددا من العلماء تمكنوا من العثور على تجمع كبير للأهرامات الحجرية المغمورة تحت الماء بالقرب من موقع مثلث برمودا، بحيث جمعوا مجموعة من العينات بواسطة الروبوتات البحرية. وقد بيّنت هذه العينات أن هذه الأهرامات شيدت قبل 200,000 عام، وقد غمرت تماما بالماء منذ حوالي 50,000 عام. إلى جانب مجموعة الأهرامات التي تم اكتشافها، عثر العلماء على حفر ضخمة متراكمة في قاع المحيط الأطلسي ينبعث منها غاز الميثان، مرجحين أنه وراء غرق السفن والطائرات في منطقة مثلث برمودا. والآن لنتطرق بالتفصيل إلى الأسباب وراء الأحداث المأساوية فيما بات يعرف بمثلث الشيطان. السبب الأول: انبعاث غاز الميثان. لقد أثبتت الدراسات العلمية أن فقاعات غاز الميثان قادرة على إغراق سفينة بأكملها نتيجة انخفاض كثافة المياه التي يتسبب بها هذا الغاز. فقد اكتشفت مجموعة من الباحثين عدة حفر في قاع المحيط ناجمة عن انفجارات ضخمة لغاز الميثان، وانبعاث الغاز من هذه الحفر يؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيط، وبالتالي خسارتها نسبة كبيرة من كثافتها، ما يؤدي إلى غرق السفن. لنفترض أن عامل غاز الميثان هو سبب اختفاء وغرق السفن، ولكن ما علاقته باختفاء الطائرات؟ هنا يأتي السبب الثاني: الغيوم. أظهرت الصور الفضائية التي تم التقاطها ونشرها عبر وسائل الإعلام لمنطقة مثلث برمودا أن طبيعة الغيوم التي تعلو مثلث الشيطان هي السبب في اختفاء أو تحطم الطائرات، إذ تؤدي هذه الغيوم دور القنابل الجوية التي تتفاعل مع بعضها البعض، محدثة دوامات هوائية قادرة على ابتلاع الطائرات وتحطيمها. السبب الثالث: يعتقد العلماء أن سبب اختفاء السفن يعود إلى الأمواج المحيطية القاتلة، إذ يصل ارتفاع هذه الأمواج إلى عشرات الأمتار وحتى أكثر، ما يعني أن بإمكانها إغراق أكبر السفن وأمتنها. السبب الرابع: يعتقد بعض قائدي الطائرات الأمريكية أن تزايد عدد الرحلات البحرية والجوية بشكل عام فوق مثلث برمودا هو السبب الطبيعي لتزايد الحوادث فيه، لا أكثر ولا أقل، وحتى أن بعض الأحداث لا علاقة لها بمثلث برمودا، إلا أنه يتم نسبها لهذا المثلث. السبب الخامس: أعمال القرصنة، أي الاستيلاء على السفن في البحار بطريقة غير مشروعة. هذه الآفة يعتقد الكثيرون أنها ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، وأنها من أسباب اختفاء السفن المريبة. السبب السادس: الأخطاء البشرية. تعد الأخطاء البشرية واحدة من أكثر التفسيرات المنطقية فيما يتعلق باختفاء السفن والطائرات، فقد عرف البشر بارتكابهم أخطاء تؤدي إلى كارثة، والحوادث التي يشهدها مثلث برمودا لا تعد استثناءً. أما الحقيقة الصادمة: يؤمن بعض العلماء بعدم وجود أي لغز في الأساس يتعلق بمثلث برمودا، وأن هذه المنطقة اكتسبت شهرة واسعة، وتكاثرت الأقاويل والروايات حولها بفضل التقارير الصحفية والأفلام الوثائقية والسينمائية، لا أكثر ولا أقل. هل هذا معقول برأيكم؟ ربما. بهذا نكون قد عرضنا عليكم أبرز الأساطير التي تدور حول مثلث برمودا الشهير، وأهم الأسباب التي تحدث عنها بعض العلماء والتي تفسر سبب اختفاء الطائرات والسفن في هذه المنطقة بالذات. فما رأيكم؟ هل هذه الأسباب هي تفسير هذا اللغز المريب؟
وإذا كانت تفسيرات منطقية، هل هي حقيقية أم أننا سنسمع تفاصيل أخرى في الأيام المقبلة؟ هذا ما وجدناه فيما يخص مثلث برمودا، وإذا كان لديكم أي تعليقات لا تنسوا أن تتواصلوا معي مباشرة في حسابي الخاص على سناب شات. هذه حقيقة المثلث الذي شغل بال الكثيرين، واللغز الذي يعد الأبرز في عصرنا هذا. لا تنسوا اسحبوا للأعلى واشتركوا معي في القناة.